السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدناكم الأسعار بتاعة السفنج في الوقت الحالي اللي احنا فيه. طبعا الفيديو ده ممكن ينزل بكرة بعده. الأسعار النهاردة 45 طبعا بقى قليل قوي في السوق. يعني أنا طالب سفنج بتاع 7 مراتب، جايلي 3 مراتب وواحد عايز ياخد مرتبة. يعني هما مرتبتين اللي أنا هاخدهم، فاهمني؟ فالعملية بقت تضيق. يعني ممكن ال 45 دوت ما ينزلش تاني بسبب الغلو. هو سعره الحالي هجيب لكم بالتدريج. ال 45 صناعات، كل اللي انا هقوله دوت صناعات. بيوتي نفس السعر بتاعه. طبعا انا البديل بتاع الصناعات بخش على بيوتي. ال 45 ال 13 سعره 2950، يعني خلاص بقى 3000 جنيه. ال 45 ال 11 عامل 2550. 2550 ال 11 اللي هو بيتقال عليه 12. هنخش على الكثافة 40 صناعات. كل ده كثافة 40. ال 13 عامل 2600. 13 عامل 2600. ال 40 ال 11 اللي هي برضو اللي احنا بنقول عليها 12، هي بتبقى 11 على المتر. ال 40 ال 11 عامل 2250. كده انتوا حفظتوا، مش محدش يكتب لي في الكومنتات يقول لي هو سعره كام. تابع الفيديو. ال 5 سم ال 30 عامل 610 او 620 في التقريب ده، لان انا اخر مره جايبه اقل من كده. هو حاليا الاسعار رفعت، فالاسعار ديت بتاعت الوقت الحالي. السفنج بالكيلو في 3 درجات، في منها الدرجه الاولى والثانيه واللي هو الجديد. فالسعر بادئ من 140 الى 160 وانت طالع. طبعا في خامات بتبقى عاليه وتقيله. يعني ممكن تاخد مثلا سفنجه زي ديت، تاخدها مثلا جديده عامله 500 جنيه، تيجي تاخدها بالكيلو تلاقيها عامله تقريبا 700 جنيه. طب ده بالكيلو اغلى اهو. طبعا اغلى واتقل واحسن. وفي منه بالكيلو برضو تلاقيه اخف من ده وارخص. ليه؟ عشان بالوزن خفيف. ليه؟ كثافته ضعيفة. وفي تاني كثافة بتبقى عالية فبيبقى تقيل على الميزان، كثافة عالية، فاخده الاقيه عامل معايا 700 جنيه. طب ما انا من باب اولى اخد الخفيف او اخد الجديد بدل ما اخد حاجة تقيلة عالية. لا، انا عشان اخد الكثافة العالية اللي انا بشتغل بيها للعملاء بتوعنا. طبعا دوت بيديلي ميزة في شغلي، اللي هي في كثافات بلاقيها 40 و45 في الرفايع و35. طبعا في الجديد ما بلاقوهوش. اعلى حاجة بلاقيه بتاع حوالي 33 ده لو وجد، اما انا الاغلب بيبقى 30. فعشان كده بلجأ للدرجة التانية عشان الاقي خامة تقيلة ومحملة وتعيش عند العميل. فدوت كان الفيديو بتاعنا عن الاسعار. وربنا يكون في عون الشباب الصغير اللي بيقول يا هادي وهيتجوز. ربنا معاه. وما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.